السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبخطوات بسيطة جدا جدا ومكونات بسيطة، نفس الطعم بالظبط ونفس الريحة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة كده معايا حوالي 8 فصوص من الثوم، زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا اهرسهم كويس جدا. انا عايزاهم يكونوا ناعمين خالص. وبعد ما هرسنا الثوم بشكل كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى ان انا اضيف البهارات بتاعتي. معايا هنا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، عندي كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وعندي رشه بسيطه جدا من الشطه تقدري ان انتي تستغني عنها لو مش بتحبيها. عندي كمان الملح بتاعي حوالي برضو معلقه صغيره، وفنجان من الخل، وفنجان كمان من الزيت. انا مش بحط ليمون خالص في التتبيله. بعد كده هدوبهم بشكل كويس جدا، وبكده تكون التتبيلة بتاعتنا جاهزة معانا. بعد كده بتجيبي الكبدة بتاعتك بتقشريها يعني بتشيلي الغلاف اللي بيكون شفاف عليها كده، بتشيليه خالص. بتفصليه يعني. بعد كده بتقطعيها بالتقطيعة اللي انت بتحبيها وبتفضليها، تقدري تقطعيها ارفع كمان من كده. خلاص بعد كده بنزل بنص التتبيلة اللي معايا، مش بنزل بالكمية كلها. خلاص بقلبها كويس جدا مع بعض في التتبيلة، وبسيبها لمدة نص ساعة بس مش اكتر. بعد كده ببتدي ان انا احمرها واتعامل معاها. بعد كده في الطاسة بتاعتنا على النار هننزل بحوالي نص كوباية من الزيت. خلاص ونسخنه كويس جدا. بعد كده ننزل بالكبدة بتاعتنا. بالمناسبة الكبدة دي حوالي نص كيلو. خلاص. ما تخافيش، الزيت مش كتير ولا حاجة، بس علشان تحسي ان الكبدة بتاعتك زي بتاعت بره بالظبط لازم تتبعي الخطوات دي بالظبط. وبعد حوالي 5 دقايق كانت الكبدة بتاعتنا استوت كويس جدا. ما تسيبيهاش على النار اكتر من كده علشان ما تشدش معاكي، عشان تفضل جوسي كده وطرية. تمام. بعد كده هنزل بالفلفل الاخضر. تقدري تنزلي فلفل اخضر حامي او بارد اللي انتي بتفضليه. بعد كده هنزل بنص التتبيله اللي انا كنت سايباها على جنب. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده خلاص هرفع الكبده بتاعتي من على النار. بعد كده والكبدة بتاعتنا سخنة على طول بنبتدي ان احنا نعمل السندوتشات بتاعتنا. خلاص طبعا لازم نصفيها كويس جدا من الزيت، وزي ما قلت لكم الزيت مش كتير خالص بالنسبة للزيت اللي بيكون في الشارع بره. إيه، كمية الزيت دي مع التتبيلة مع التكنيك ده نفس الخطوات بالظبط بتاعة الكبدة بتاعة الشارع. فلو انت عايزاها بالظبط ونفس الطعم ونفس الريحة، يعني اتبعي الطريقة دي وبجد هتعجبك جدا وكمان هتعتمديها. طبعا تقدري تقدمي الكبده مع العيش الفينو او العيش الشامي. انا كنت عملت معاكم قبل كده العيش الشامي، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كمان تقدري تقدمي معاه سلطه طحينه او اي سلطه انتي بتفضليها وبتحبيها. ممكن كمان ترشي مثلا، ممكن ليمون. انا شخصيا بحب الليمون جدا مع الكبده. خلاص بيديلها طعم كده رائع، وكمان مفيد اكتر علشان يساعد الجسم على امتصاص الحديد اللي موجود في الكبده. بجد عايزه اقول لكم حقيقي رائعه، طعم وريحه فعلا زي كبده الشارع بالظبط. جربيها مش هتندمي ابدا. وبس كده الفيديو النهارده خلص، وصفتنا النهارده خلصت معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.